السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة تنحل بها العقدة وتنفرج بها الكربة وننال بها منازل الشهداء والصديقين. النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض تفسير رؤية المرأة النحيفة في المنام كما ورد عن تفسيرات الإمام ابن سيرين، أو كما فسروا علماء التفسير ومنهم الإمام ابن سيرين. ولكن فضلا وليس أمرا، القناة لسه جديدة ومحتاجة لدعمكم، فاللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يدوس على زر الاشتراك ويفعل كلمة الكل عشان يوصلوا كل جديد. وما تنسوش ان احنا بنعمل بثات مباشرة بنقول فيها تفسير الأحلام، خشوا فيها واكتبوا أحلامكم وهنفسرها على الهوا بأمر الله. كمان حابة أذكركم أن تفسير الأحلام ما هو إلا اجتهادات، والله تعالى أعلى وأعلم ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. تفسير رؤية المرأة النحيفة في المنام كما ورد عن الإمام ابن سيرين أو كتير من علماء التفسير، رؤية المرأة النحيفة في المنام من الرؤى مش المستحبة في معظم الأوقات، ولكن في تفسيرات فيها مستحبة جدا رؤية المرأة النحيفة. ورؤية ان مرأة نحيفة سواء كانت تعرفها او ما تعرفك، او يعني سواء كان الرائي او الرائية يعرفها او ما يعرفهاش في المنام وهي بتجري وراه، فده بيدل واليعوذ بالله على نقص المال ونقص الرزق لصاحب الرؤية في الفترة الحالية. وكمان رؤية المرأة النحيفة في المنام وهي داخلة على أهل بيت أو داخلة على البيت، فده بيدل على نقص في رزق أهل البيت دوت، وعليهم إن هم يطلعوا صدقة بنية سعة الرزق. كمان رؤية المرأة النحيفة تقبل شخص، فدي أيضا بتدل على قلة الرزق وقلة المال، وفي بعض الأحيان بتدل على الدين. ورؤية إن المرأة النحيفة بتقبل شخص بتدل على على الضعف والإهانة، والله أعوذ بالله. كمان رؤية المرأة النحيفة في المنام بصفة عامة بتدل على تعثر الأمور، وسواء كان للرجل أو للمرأة. ورؤية المرأة النحيفة في المنام بتدل أيضا على المصاعب والمتاعب اللي بيعاني منها صاحب الرؤية أو صاحبة الرؤية في الفترة الحالية. كمان بتدل أيضا رؤية المرأة النحيفة في المنام على كثرة الهم والغم اللي بيعاني منهم الرائي في الفترة الحالية. ولكن من الرؤى المستحبة في رؤية المرأة النحيفة، من الرؤى اللي جاية دي مستحب جدا فيها رؤية المرأة النحيفة. لو شفت امرأة نحيفة أو شفتي امرأة نحيفة وبتطرديها من البيت، فده معناها ذهاب كرب وغم أهل البيت دوت ودخول الفرج والسعادة عليهم. لو شفت ان انت بتقتل أو بتقتلي امرأة نحيفة، فده بيدل أيضا على نهاية المشاكل ونهاية التعثر اللي بيمر بيه صاحب الرؤية أو صاحبة الرؤية. لو شفت إن أنت أو أنت بتضربي المرأة النحيفة في المنام وبتمشيها بعيد، فده بيدل أيضا على قضاء الدين والنجاة من الهموم والغموم. كمان رؤية المرأة النحيفة وانت بتطردها من محلك للتاجر أو التاجرة، فده بيدل على على ذهاب التعثر المادي اللي بيعاني منه صاحب الرؤية، وان ان شاء الله هيتفتح له ابواب رزق جديدة، وان شاء الله هتكون ابواب خير وسعادة. كمان رؤية المرأة النحيفة رؤية المرأة النحيفة عارية في المنام، خدوا بالكم من الرؤية دي بتدل على كشف الأسرار أو كشف سر مستخبي عن صاحب الرؤية، والسر ده كان سيء، أو السر ده أنت مش حابب حد يعرفه أو مش حابة حد يعرفه، ولو حد عرفه ده هيسبب لك حرج، فهتحس بحرج شديد، والله تعالى أعلى وأعلم. الهروب من المرأة النحيفة بيدل على الهروب من المشاكل والنجاة منها،
والغموم، والهروب من النكد والغم، والهروب من الضيقة المالية، والهروب من التعثر وغيرها من الحاجات السيئة. النجاة فالهروب منها يعني نجاة في الواقع، والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.